السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعادل جديد للنادي الأهلي، وتعادل من وجهة نظري أنا شايفه بطعم الخسارة، لأن النادي الأهلي بصراحة مش في حمل أي تعادلات ولا أي هزايم، وزي ما بنقول كده إحنا شكل الفرقة مش أحسن حاجة. باختلاف طبعا الشوط الثاني هنتكلم على المباراة كلها، بس هنتكلم النهارده. احنا طول الحلقات اللي فاتت كنا بنهاجم مجلس إدارة النادي الأهلي على الصفقات، اكيد يعني صفقتين مش هي كل الصفقات اللي احنا بنتمناها وكل الصفقات اللي احنا مستنيينها، لكن على الاقل ان مجلس اداره النادي الاهلي اتحرك. لكن انا شايف ان ماتش النهارده اللي يتحمله مارسيل كولر، لان عنده نفس التعنت اللي اتكلمت عنه في الحلقه اللي فاتت، وقلت هو عنده مشكله، او بمعنى صح عايز يثبت لمجلس اداره النادي الاهلي وجهه نظره في انه ما عندوش لعيبه، فبيضطر يكعبل الملعب كله علشان خاطر يثبت للنادي الاهلي ولاداره النادي الاهلي ان هو عنده مشكله في اللعيبه. طبعا هنبتدي الحكايه من عند تشكيل النادي الاهلي اللي كان النهارده عباره عن محمد الشناوي في حراسه المرمى، خط الظهر مصطفى العش طبعا القادم الجديد للنادي الاهلي واللاعب الجديد للنادي الاهلي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ومحمد هاني، وقدامهم مروان عطيه وكريم ندفد واكرم توفيق اللي مش عارف بيلعبوا ليه. هنتكلم في ده كله، امام عاشور وكريم الدبيس، وقدامهم حسين الشحات. هي خطه مكعبله ما فيهاش اصلا راس حربه للنادي الاهلي، وده اللي اتعودنا عليه اخر 3 4 ماتشات يعني، او بمعنى اصح من بعد اصابه وسام ابو علي ما عندناش راس حربه. طبعا كان تشكيل بيراميدز كالتالي: احمد الشناوي واحمد توفيق وعلي جبر واحمد سامي ومحمد حمدي وبلاتي توريه وليد الكارتي واحمد عاطف ومصطفى فتحي وابراهيم عادل وفيستون ماليلي. بدأت المباراة بضغط من النادي الأهلي، بتضيع فرصة تقريبا في الدقيقة الثانية أو الثالثة من حسين الشحات، وبعدين الأهلي بيتراجع، وكعادة النادي الأهلي اللي تعودنا عليها كلنا إن الشوط الأول لازم يستقبل هدف. كأنه بقى خلاص يعني بقى حكم على الأهلاوية إنهم يتفرجوا على الأهلي في الشوط الأول بيدخل فيه جول. طبعا اللعيبه مش في مكانها اصلا. لما تتفرج على المباراه كده اتفرج على الشوط الاولاني، لان الشوط الاولاني طبعا مختلف كليا عن الشوط الثاني. لكن لما تتفرج على لعيبه الاهلي الشوط الاولاني تحس ان اللعيبه تايهه، محدش عارف مكانه ايه، اللعيبه بتخبط في بعض في الملعب حرفيا. اللعيبه حتى ما فيش باص بيطلع، تحس ان ما فيش فيهم لعيب عنده احساس بالمكان، ما فيش لعيب عارف الكرة بتتلعب ازاي في الحته دي. ففي مشكله. كريم الدبيس اللي هو مصر يلعبه في حته مش بتاعته، بيلعبوا شويه وينج يمين ويرجعوا شويه وينج شمال فانا مش فاهم بصراحه كولر عايز ايه. اكرم توفيق زي ما قلت كده وانا بقول التشكيل، انا مش عارف بيلعبوا ليه. اكرم توفيق عنده مشكله. اكرم توفيق خلاص هو مش حاسب نفسه على النادي الاهلي. احنا ليه حاسبينه علينا؟ ليه كولر مصر يطلع من اكرم توفيق احسن حاجه، وهو على قد ما يقدر بيطلع لنا اسوأ حاجه؟ اكرم توفيق مش هو تماما اكرم توفيق اللي قبل ما يمضي للنادي الشمال القطري. بنشوف اكرم توفيق في الالتحامات، بنشوف اكرم توفيق في الباص ما عندوش يا جماعه، تحسه مش شايف، ما عندوش فكره عن اللي بيحصل في الكوره. طبعا بيخلص الشوط الاول 1-0 وبنطلع بين الشوطين. احنا قبل في الشوط الاول طبعا في طرد النادي بيراميدز لاحمد توفيق. وانا شايف بصراحه عشان الناس بس اللي بتتكلم في ان في مسخره في استاد القاهره بتحصل وفي مش عارف ايه ومجامله تحكيميه، لا انا مش شايف فيها ايه مجامله تحكيميه، وشايف ان الكوره فعليا تستحق الطرد. وانا لو كان ليا تعليق على الحكم النهارده فهيبقى تعليقي ان الحكم كان جاي على الاهلي جدا في الشوط الاول، لكن هو الاهلي اصلا مش مساعد نفسه، فمش مختلفين خالص على ان الاهلي، لان برضو الحكم حتى لو جاي على الاهلي شويه فجاي في شويه فاولات في نص الملعب بتاع، مش شايفها حاجه يعني بصراحه مؤثره خالص لا على الاهلي ولا على بيراميدز. لكن خلص الشوط الاول، طلعنا رجعنا بين الشوطين، الكفه بدات تتظبط شويه، بينزل جراديشار وعمر كمال عبد الواحد مكان مصطفى العش واكرم توفيق. بيبتدي الاهلي يمسك كوره، يبتدي الاهلي يلعب كوره، يبتدي الاهلي يكون ليه شكل في الملعب، يبتدي الاهلي يكون ليه خطوره في الملعب. وبالفعل شفنا الاهلي على ارض الملعب، الا في بعض الاوقات بيراميدز كان بيضغط على الاهلي بس ما كانش فيه خطوره قوي، لحد ما وصلنا
لضربة جزاء بيراميدز اللي انا من وجهة نظري برضو شايفها فيها رعونة من محمد هاني، وشايفها برضو ضربة جزاء صحيحة 100% على محمد هاني. بيراميدز بيحرز الهدف الثاني مصطفى فتحي، يبتدي الاهلي مفيش، الاهلي يا دوب بيسنتر يرجع يجيب جون رامي ربيعه، وجون كان رائع جدا بيعوض بيه الغلطه اللي حصلت منه في الشوط الاول والهدف اللي احرزه في نفسه في الشوط الاول. وبعديها مفيش، بدقيقه برضو النادي الاهلي بيخطف الكوره ويروح يجيب جون تاني، واول هدف لجراديشار مع النادي الاهلي. الغريب في الموضوع ان مارسيل كولر بس عمل 4 تغييرات في الملعب، فبرضه محتاجين نفهم هو ليه، علشان بس ما عندوش لعيبه على الدكه ولا عشان ايه؟ لان برضه دي مش اول مره تحصل، كانت حصلت في ماتش قبل كده اتكلمت عنها في حلقه برضه، ان مارسيل كولر كان عامل 4 تغييرات. هل ده النقص اللعيبه عنده على الدكه ولا ايه المشكله؟ بيكمل الاهلي الضغط، والاهلي بيستحوذ على الكوره، وشايف الاهلي بصراحه كان يستحق الفوز في الشوط الثاني، لان الاهلي فعلا كان اخطر، كان اقوى، كان هو صاحب اليد العليا في الشوط الثاني، لحد ما بتتحسب ضربة جزاء للنادي الاهلي. وضربة جزاء انا شايفها صحيحة جدا، لاني برضو شايف في الكومنتات وشايف التعليقات وشايف البوستات بتتكلم برضو في مجاملة تحكيمية. يا جماعة مجاملة تحكيمية ايه؟ هو الناس دي شافت منين وشافت ازاي ان في مجاملة تحكيمية؟ ما تشوف احمد سامي، هي نفس كورة ضربة الجزاء بتاعت بيراميدز، لانه برضو بعد اللعيب بيراميدز ما طلع الكوره وهاني التحم معاه في رجله واتحسبت ضربه جزاء، هي نفس الكوره برضو. جراديشار برضو لعب الكوره بالهيد، واحمد سامي داخل فيه براسه في كتفه زقه اصلا من مكانه، فالكوره انا شايفها ضربه جزاء. يدخل امام عاشور علشان خلاص بقى نوصل ل 3-2 ونعمل ريمونتادا ونحتفل ونتبسط. امام عاشور تاني مره بيعمل بانينكا. طب اول مره ظبطت، مش لازم كل مره هتظبط معاك يا امام. للاسف بتيجي في العارضه، بيدخل رامي ربيعه بيحاول انه يكمل عليها بالهيد، لكن بتطلع فوق العارضه علشان ينتهي اللقاء بتعادل 2-2. وانا من وجهه نظري انه تعادل بصراحه مخيب للامال، لان انا شايف ان احنا كنا نقدر نكسب وكنا نستحق ان احنا نكسب في الشوط الثاني. لكن لازم هنا بقى يحصل وقفه مع مارسيل كولر، لازم اداره الاهلي تتكلم مع مارسيل كولر. لو هو مش هيفوق وزي ما قلنا، هي يا جماعه احنا يعني ما بنخترعش العجله، هي في الاول في الاخر كل لعيب هينزل يلعب مكانه مش اكتر ولا اقل. احنا ما قلنالوش حاجه، وقلنا قبل كده وقلنا الحلقه اللي فاتت انت ما عندكش لعيبه، بس على الاقل اللعيبه اللي في ايدك زي ما كان جوميز بيعمل مع الزمالك. هو برضه انت عمرك ما كان عندك النقص اللي كان حاصل في الزمالك ولا اللي موجود حاليا في الزمالك. وجوميز كان بيعرف يكسب بالفرقه اللي معاه، لانه بيلاعب كل لعيب، ما بيألفش، كل لعيب بيلعب في مكانه. فكل لعيب على الاقل انت بتفقده نص قوته لما بتلعبه في مكان غير مكانه، اللعيب بيتوه في الملعب. فلازم اداره الاهلي تقعد مع كولر ويبقى فيه كلام وبطريقه شويه يعني صارمه عن اللي بيحصل ده. فلازم يكون في قعده مع كولر علشان نوصل لانه شكل الاهلي يتحسن اكتر من كده، لان فعلا لا ده شكل الاهلي ولا الفرقه دي بالشكل ده وبالتشكيل اللي بيحصل ده هي اللي هتخلص افريقيا، ولا هي اللي هتعرف تروح كاس العالم للانديه. بالمناسبه طبعا الاهلي لسه ما خلصش كل صفقاته، الاهلي لسه بيتكلم مع اشرف بن شرقي، وفي طبعا ايفرتون، وفي كوتيسا، ولسه في صفقات ان شاء الله هتيجي. ادينا منتظرين، واي حاجه تحصل جديده اكيد هنطلع نتكلم عنها. هو ده كل اللي كنت حابب اقوله. وفي اخر الحلقه بقول ما ننساش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلنا كل جديد، والسلام عليكم.